أذاكر مع نفسي ولا أخد كورس إسباني؟ بصوا بقى، السؤال ده بيتسأل لي كتير جدا. يا مريم، أبدأ مع نفسي في البيت ولا لازم كورس؟ الحقيقة هي إن مفيش إجابة واحدة صح، كل واحد ودماغه وظروفه. بس تعالوا نفكر فيها بالعقل. لو أنت حد دحيح وعندك وقت وبلاي ليست محترمة على اليوتيوب، المذاكرة من البيت تنفع جدا. بس خلي بالك، الاستمرارية هي الحاجة الوحيدة اللي هتنجحك، ومفيش حد هيقولك نطقك صح أو غلط غير ودنك. أما الكورس فميزته إنه بيديك منهج منظم وإنستراكتور معاك في أي وقت بيصلح لك غلطاتك فورا، وده بيوفر عليك وقت وفرهدة كتير جدا. بس طبعا محتاج ميزانية والتزام. عشان كده عملت لك الحل الوسط، كورس الإسباني من الصفر على القناة، منظم ومشروح بطريقتي، وتقدر تشوفه في أي وقت من البيت كأنك معاك مدرس خصوصي في جيبك. اللي محتاج لينك القناة يكتب لي في الكومنتات وقولي انت من فريق الدحيحة من البيت ولا فريق الالتزام بالكورس، ولا بتدفع وما بتروحش. البداية هي أهم خطوة. أشوفكم الفيديو الجاي. هاستا لويغو.